السلام عليكم. كشفت نيويورك بوست في تقرير استخباراتي عن أمر خطير جدا يتعلق برفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرب القادة الحوثيين، رغم أنه قد قدمت له مذكرة استخباراتية بضرورة ضرب القادة الحوثيين المؤثرين من أجل إنهاء هذه الأزمة المتعلقة بالهجمات على السفن التجارية العالمية. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض ضرب القادة الحوثيين. لكن الأخطر من ذلك هو ما ذكره مارك روبيو، وهو نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، والذي قال إنه بدلا من أن يسمح الرئيس الأمريكي بشن ضربات مباشرة على مستودعات الذخيرة للحوثيين وضرب القادة الحوثيين، وافق الرئيس الأمريكي فقط على ضرب المستودعات الفارغة. وهو تقرير استخباراتي خطير جدا. على موقع ناشونال ريفيو نشر هذا السيناتور الأمريكي مقالا أيضا يعتبر مقال حساس وخطير. قال فيه: البيت الأبيض يرفض تسليح الحلفاء الذين يريدون القضاء على الحوثيين، واكتفى بدلا من ذلك من نشر سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر. واكتفى بدلا من ذلك فقط بنشر سفن أمريكية في البحر الأحمر، رغم أن هناك أماكن بحاجة إلى تلك السفن الأمريكية أكثر من البحر الأحمر. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل السفن التي توجد في البحر الأحمر إلا أنها لم تستهدف أي قائد من قادة الحوثيين، وهو الأمر الذي لا يريده الرئيس الأمريكي.